كحك العيد الدايب دوب والناعم جدا، والرسمة ثابتة، والنقشة مرسومة ومتحددة، وكمان لا هتفرش ولا هتفنش ولا هتشقق. الحجم واحد. ازاي الحجم واحد يطلع معاكي من غير لا جرامات ولا مكيال ولا ميزان ولا اي حاجة؟ كمان هنحشيه النهاردة بالملبن. ازاي الملبن يبقى طري خالص من جوه وجميل وعمره ما هينشف معاكي، هيملى الكحكاية وهيملى قلب الكحكايه من جوه، هيبقى حكايه بجد. وكمان مكسرات، حاجه كده تحفه وهمي، انتوا تحسوا كانه جاي من المصنع واكتر. كل ده كمان الكحك، بصوا انا بقول لكم انه ملمسه ناعم جدا وباين لانه بيطلع في، يعني ملمسه بيطلع شويه في الايد او في بين ايديكي، وفي نفس الوقت الكحكايه برضو عارفه انك تمسكيها. هنقسم بقى كده ونشوف القلب بتاعها ازاي. بصوا قلبها عامل ازاي، بصوا الملبن ماشي مع التسويه، لا ناشف ولا بيشقق. بصوا دايبه ازاي يا جماعه الكحكايه، بجد الكحكايه حكايه. كمان هنضيف معلقتين بس للكحك اللي على السخن دوت، كحك جميل، كحك الزمن الجميل واللي بالسكر. ويلا بينا على الفيديو ان شاء الله، طريقه حصري وجميله بطريقه يعني هتعجبكم جدا. لايك وشير وسبسكرايب للقناه ان شاء الله. تتابعوني وتعملوا الطريقه على طول، ونقول بسم الله. ركزوا معايا في المقادير، المقادير ولا غلطه ما شاء الله. اول حاجه معايا كده في بوله هنحط السوائل. معايا كيس من الخميره الفوريه، ومعايا ربع كوب من السكر الحبيبات العادي خالص، معلقه كبيره من اللبن البودر، مش هنستخدم لبن حليب يا جماعه، وهحط عليهم كوبايه فتره عاديه خالص من الحنفيه. تمام. في الفيديو ده هقول كل المشاكل اللي كانت بتواجه الناس وامهاتنا زمان في الكحك، اللي يفرش واللي يقفش، وتيجي تمسكيها كده تلاقيها انها ناشفه منك العجينه، وتقعدوا تلينوها كتير في ايدكم. كل الكلام ده حصري بجد، تحفه تحفه من خبره السنين. كل تكه وكل تركه فيها يعني جواهر كده. بصوا بقى نقلب كويس الخميره، ان شاء الله نعملها بمضرب زي كده او مضرب سلك عادي صغير، ونغطيها ونخليها على الجنب. تمام. يلا بينا على المواد الجافة. اي دقيق تستخدميه بس يكون دقيق بتاع المخبوزات او متعدد الاستعمالات زي ده اللي هو يعني الوسط، يعتبر الوسط مش غالي. ده دقيق السعيد. بحب صراحة الاكياس لانه بيبقى اضمن في المخبوزات وبيبقى تمام، ما بيبقاش فيه يعني اي مشاكل او كده في الطحن بتاعه. حط بقى كده في العجان، تقدري تستخدمي ايدك عادي جدا في منتهى السهولة برضه. وهقول لكم على كل التريكات اللي تنجح معاكم ان شاء الله. حطينا كيلو من الدقيق، وهحط عليه 4 معالق كبار من السمسم متحمص. وهحط من ريحة الكحك ديت، ادي شكلها بنجيبه من عند العطار المستلزمات دي. حط معلقة كبيرة من ريحة الكحك. ودول بقى المكونين السريين جدا، اللي ولا الكحك بقى يعمل حموضة ولا الكلام ده، ولا يبقى متعب على المعدة ولا كل الكلام ده خالص، وهيدي ريحة وطعم خيالي. معايا هنا كريمة لباني بودر، برضو بتجيبيها من عند مستلزمات الحلويات. وهنا كمان معايا ايس كريم فانيليا، هاخد معلقة من ده ومعلقة من ده. نحط معلقة من الايس كريم الفانيليا ومعلقة الكريمة اللباني، دي بيدي طراوة حلوة جدا جدا للكحكة. الكحكة اللي على طريقة السمنة الساخن، أو طريقة الكحك على الساخن بس مش المقدوح. أنا بقول لكم هنا المكونات الجافة أهم حاجة إنه نحطها كده ونقلبها كويس جدا. أنا هقلبها برضو في العجان. هستخدم بقى كله إيه، هستخدم الكف. انا هتلاقوني بسرع لكم الفيديو، ولكن انا بستخدم على السرعه رقم 1، كاني بالظبط بقلب بايدي. ما تستخدميش او ما تعجنيش في العجان. لو انت هتعجني بالعجان زيي بطريقه سريعه. تمام. خلي كده على الهادي علشان العجينه ما تقفش منك، وتبقى الدنيا مظبوطه في العجين معانا، ولا ينطر سمنه ولا اي حاجه ما شاء الله. بصوا بقى بقلبها كده شويه حلوين عشان اضمن ان هم اتقلبوا كويس. حطيت هنا الغطا علشان طبعا ما ينطرش معايا من المكونات الجافه. لو انت هتستخدمي ايدك في منتهى السهوله هتقلبيها بمعلقه. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. كيلو الدقيق بياخد 550 جرام من السمنه السايحه المتسخنه، ولكن ما دخلتش على الغليان يا جماعه. يعني ما تعملش تش كده وفوران زي ما كانوا اهالينا بيعملوا، لا، هي سخنه فعلا. انا اوريدي فعلا سخنتها. 550 جرام اللي هم ما يعادل كوبايتين ونص من السمنه السايحه.
وانا هزود بقى معلقه، ودي التكه اللي هي بتضمن لك انه يبقى دايب خالص. معلقه واحده على الكوبايتين ونص. انا قايله لكم اهو بالمعايير. بصوا يعني مفيش فوران، ولكن تحسوا ان في سخونه كانت هيدخل على الغليان. بصوا شكل السمسم هو شبه بيقدح في السمنه، ولكن اوعي تقدحيها علشان ما تبقاش صعبه في على المعده والكلام ده. طب احنا بنعمله ليه على السخن؟ لان بجد ليه طعم مميز جدا وطعم الزمن الجميل، وكمان تفادينا كل المشاكل والعيوب اللي كانت قبل كده. تمام. وكمان هو بيعيش حلو، يعني يعيش معاكي فتره وعمر ما ريحته اتغير. لكن الكحك اللي هو التاني اللي على البارد طبعا بيغير مع الوقت، يعني حتى مع الايام البسيطه. بصوا بقى، بنديها تقليبه لو بايدنا بمعلقه خشب. تمام. لو بالعجان زي كده بنقلبها بس لمده دقيقه واحده ونطفي ونهدى. عارفين لما الواحد بيبقى بيجري كده ويروح يقف على الجنب يهدى شويه، الشويه دولت حوالي دقيقتين بس، علشان العجين تبقي بالراحه عليه. تمام. الخطوه ديت مهمه جدا. انا بقول لكم بعد كده بنبسه لو احنا بين ايدينا. بعد ما العجين هدي دقيقتين بنبسه بين راحة ايدينا بالراحة بالراحة. وممكن تقدري تبسي شوية وتستني شوية لو بين ايديكي. طبعا احنا دلوقتي الجو حلو خالص، احنا في الربيع، ولكن لو انت في الصيف مش هتقدري انك انت تستخدمي ايدك الا غير اما تستني اما يهدى شوية تاني. تمام. طريقة البس ديت لازم وضرورية جدا. تخدمي الدقيق كويس قوي. الكحك بيحتاج خدمة كويسة جدا يا جماعة، وبالذات اللي على الطريقة السخنة، وكمان اللي على البارد برضو بيحتاج خدمة، وهبقى اقول لكم في الفيديو بتاعه. بصوا بقى، في بالنسبة للعجان تقعدي مشغلاه حوالي 5 دقايق 7 دقايق كده على اول سرعة، ان هو بالكف اللي هو اول سرعة بيديله اللي هي طريقة البس. لو انت برضو على ايدك برضو تقعدي 7 دقايق 10 دقايق كده تبسيه. طريقة البس ديت بتغلف الدقيق تماما بالسمنة اللي احنا حاطينها، وبيخليه حكاية. وكل قلت لكم التركات اللي في الكحكة ديت بسبب اول حاجة احنا بنعملها اللي هي طريقة البس الصحيح. دلوقتي بقى هستخدم السوائل واوريكم شكلها انها اختمرت ما شاء الله، بسبب ان احنا قلبناها كويس جدا بالمضرب السلك او بشوكه حتى، وغطيناها كده بالطبق. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، عملت رغاوي فكده اشتغلت حلوه قوي معانا. ودي برضو من نجاح الكحكه وانها تطلع ناجحه جدا. انا بحسس على العجان علشان فعلا البس اللي احنا عملناه حوالي 7 دقايق برد العجينه وخلاها دافيه. لما اجي اضيف السوائل لازم تبقى العجينه مقربه، اللي انا بستها بالسمنه مقربه للخميره. طبعا السوائل والخميره فاترين يعني بدرجه حراره الجو، والدقيق كان سخن فلازم يكون برد. فاحنا بنسيبه برضو هدي شويه بحيث ان هما الاتنين يبقوا مقربين من بعض. لو احنا حطينا السوائل على الدقيق بالسمنه وهو سخن هيخلي العجينه تقفش وتكلبش كده، وكل ما نيجي احنا نشكلها هتكلبش معانا. كمان لما نيجي نحط السوائل نحطها على مرتين، ما نحطهاش كلها مره واحده. لو حطينا مره واحده بنعمل صدمه للعجين. برضو كل الحاجات دي بتؤدي الى نطر السمنه والتشققات وكل المشاكل اللي قلناها. تمام. حطيت كده النص ووقفت، يعني يا دوبك لفتين 3 كده، وبعد كده حطيت الباقي بس. وهنبدأ بعد كده بقى نقلب ونعجن عادي. لو انت بايدك برضو هتعجني في. بصوا بدأت بقى تلم بالشكل ده. ان شاء الله المقادير ديت مظبوطه جدا جدا. ولو انت حسيتي انها محتاجه حاجه هيبقى ميه مش لبن حليب خالص، لان اللبن بينشف الكحكايه. هيبقى ميه لو انت حطيتي، وهتبقي ساعتها بتحطي بالمعلقه. لكن ما شاء الله هيظبط معاكي خالص. وانا قلت لكم ان الدقيق ده دقيق نوعه وسط، مش دقيق غالي ولا الكلام ده. بصوا بناخد حته كده ونختبرها. لو انت طبعا عملناها كده بين ايدينا ودورناها وبعد كده ضغطنا عليها كده ما فيهاش ما شاء الله الله اكبر ولا اي تشققات، يبقى كده تمام جدا. هديها لفه كمان، يعني حوالي لفتين كده بس بالعجان او عجنتين كده بايدك، وخلاص كده تمام قوي. العجن الكتير في الكحك يا جماعة مطلوب ومفيد جدا، وهو اللي بيخلي العجينة تنجح معانا. خلاص عجنتي فيها شوية زي ما انا قلت لكم كام لفة كده، يعني حوالي قولوا دقيقتين مثلا لو انت بايدك، او دقيقة بالعجان. حلو جدا اهي ما شاء الله اللهم بارك، طالعة وطلعت من كل ال
وعاء العجان او طلعت من الطبق وهي مظبوطه جدا جدا. السمسم كمان اوعى تكتريه عن اللي احنا قلنا عليه عشان برضو ما يشققش العجينه معانا. هنحط بقى العجينه بتاعتنا في طبق عادي، طبق بلاستيك مفيش اي مشكله، لان احنا هنسيبها ترتاح 10 دقايق بس يا جماعه. وبعد كده نبدا ان احنا نشكلها. بوريكم ان هي خالصه تماما من العجان او من الاناء اللي احنا عجلنا فيه. بس اسويها كده، اسوي شكلها يعني مجرد بس بحسن شكلها كده. برضو بتأكد تاني ان لما انا حطيتها في الطبق كده اخد قطعة وبدورها كده، ما شاء الله اللهم بارك، باينة جدا انها ناجحة خالص. وبحط صبعي كده، بغرس صبعي بلاقي مفيش اي تشققات، العجينة ما شاء الله ناجحة جدا. هغطيها بقى كده، اغطيها 10 دقايق ربع ساعة. بقول لكم طبعا السمنه اكيد تبقى طالعه في ايدينا، ان هي ما شاء الله الكحك كله بيحب السمنه زي ما انتم شايفين كده المقادير. اغطيها ربع ساعه 10 دقائق ان شاء الله وابدا اتعامل معاها. دلوقتي بقى الملبن الحشو. بصوا انا جايبه هنا نص كيلو من الملبن. لما تيجي تشتريه من عند مستلزمات الحلويات وتقولي له ملبن حشو مش ملبن علب، ملبن حشو، يعني هو دوت احسن طريقه. وهقول لكم على طريقه تحفه هيطلع معاكم ملبن وحشو ملوكي. بصوا قطعت طبعا القالب اللي انا واخداه النص كيلو ده، قطعته كده. اولا نفضته من النشا اللي بيبقى عليه كده ولازق او ملتصق فيه من بره، وقطعته بسكينه قطع عشان اقدر ان انا اشتغل عليه كده واهرسه. بصوا بقى بما اننا بنعمل كحك على السخن، يبقى اذا نقدر ان احنا نحط معلقه من السمنه. بيحب جدا السمنه وحشوته وكل حاجه. هنحط معلقه كبيره من السمنه. انا هنا مستخدمه سمنه بلدي، تقدري تستخدمي سمنه عادي، تقدري تستخدمي سمنه مخلطه. السمنه البلدي دي يا جماعه مش سمنه بلدي خالص، دي سمنه انا عاملاها محوله السمنه النباتي الكريستال لسمنه بلدي بطريقه تحفه تجنن. ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بعد ده. اما لو انت عايزه تستخدمي سمنه بلدي فعلا شارياها، اشتري تمام مفيش مشكله، بس هي سعرها غالي جدا. كمان تقدري انك انت تخلطي. طبعا هنا ببدا ان انا اهرس كده السمنه بتاعتي. بصوا بقى الطريقه دي حصري ودي طريقتي وتاليفي انا على فكره. هستخدم هنا علشان ان الملبن يتهرس تماما، وكل دوت بيخلي الملبن عمرها ما تنشف معاكي في بطن او قلب الكحكايه. بستخدم هراسه البطاطس بصوا بالشكل ده، واقلبها تاني واتعامل معاها كانها عجينه. واي حته كده تكون ما اتهرستش برضو هعملها تاني بايدي. بصوا لغايه ما وصلت للمرحله دي ما شاء الله بقت لونها فاتح، من طبعا ان انا هرستها جامد بالهرسه، وبقت فعلا تقولوا بطاطس، تقولوا بطاطس مهروسه والله يا جماعه. ده طبعا بيخلي موضوع الحشو بالنسبه لكم سهل خالص في التشكيل. وهقول لكم على تشكيله مثاليه جدا، وكله يبقى مقاس واحد من غير لا ميزان ولا اي حاجه. ما شاء الله اللهم بارك. وكمان الحشو بالطريقه دي وبالتنعيمه اللي انا عملتها دي، ان بقت زي العجينه اللينه خالص، ده هيخلي ان الملبن مستحيل ينشف معاكم في التسويه ولا في الاكل، ولو استمر الكحك معاكم كتير. معايا هنا عين جمل، انا جايبه شويه شويه دولت، جايباهم 50 جنيه على فكره. طبعا اتبقى منهم كتير خالص ما شاء الله، عملوا معايا كتير ما شاء الله. نبدا نقطع كده او قطعت الباقي بسكينه. بصوا بقى معايا هنا المعلقه الصغيره اللي هي في المعايير المعياريه ديت. دولت نوع ودول نوع، الابيض والالوان، الابيض نوع والصفرا نوع. بقول لكم البيضه ديت 5 مللي، والتانيه معلقه اللي هي 15 مللي. الصفرا دي معلقه فعلا قد معلقه الاكل، اما التانيه دي 5 مللي فدي صغيره قد يعني قد نص معلقه شاي. تمام. دي بقى اللي المهم ان هما اتنين، تبقى واحده صغيره والتانيه اكبر منها. ما تكبريش قوي الكحكايه ان شاء الله. على فكره هي لا فنشت ولا هتفرش ولا هتكبر نهائي معاكي، لان طريقه المنقاش والطريقه اللي هي على السخن ديت كلها مظبوطه جدا، فمستحيل تفرش ولا تكبر. باخد بالمعلقه في منتهى السهوله. بصوا الشكل قمر، كله هيبقى زي بعضه بالشكل ده. باخد كده اهو واطلعها. بصوا سهله ازاي، طبعا هي كلها سمنه فبتطلع سهله جدا. بصوا الشكل حكايه بصراحه. واكمل الباقي.
بصوا الملبن يا جماعه ما فيهوش ولا غلطه ما شاء الله، حتى الحشو قلت لكم كل المشاكل اللي بتواجهنا. بصوا بقى هنا دلوقتي معايا العجينه، هستخدم اهو بقول لكم المعلقه ديت، فكله طالع مقاس واحد ما شاء الله اللهم بارك. المهم ان انا املى المعلقه كويس، ولما اخدها اخدمها كده بين ايديا، يعني ابططها شويه واعملها بين راحه ايديا الاتنين. احط بقى قطعه بليايه لانها عامله زي الكور الصغيره من الملبن، وحطيت عليها حته من عين الجمل. بصوا الشكل تحفه جدا. وتسيبيها مقلبظه كده، ما تبططيهاش، لازم تسيبيها مقلبظه بالشكل دوت، استحاله انها تفرش. بصوا بقى، ونستخدم بقى المنقاش، تعملي اي طريقه انت عايزاها. كمان المنقاش اللي هو بالسنون الرفيعه دي بيبقى الشكل حلو قوي. بنحطها بقى في صاج مش مدهون خالص، وبيبقى تسيبي برضو مسافة علشان ما يلزقوش مننا. تمام. هحط برضو اهو الملبنية، كنت هنسى، وعليها حتة عين الجمل. في ناس بتكسر عين الجمل وتخلطه بالملبن، الطريقة ديت هتخليكي يبقى صعب عليك انك انت تعملي الملبن قطع كده مدورة رفيعة. وممكن نستخدم المنقاش سوري اللي هو الختامة دي. انا هستخدم المناقيش بس، والختامة بقول لكم الصفرة والخضرة دول. انا عندي ختامات كتير، ولكن طلعت دولت، وبعد ما انا عملت وحدايه قلت لا انا عملت وحدايه بالختامه بس. لقيت صراحه ان بالمنقاش هتبقى فعلا يعني الكحكايه حكايه صح، يعني كحكايه الزمن القديم بالحداثه بتاعت دلوقتي. حتى اللي في الجناب كمان بنقشها كده بالمنقاش، ده برضو بيخلي الشكل جميل قوي، وبيشيل معانا من السكر من اقل رشه، وبيبقى الشكل حكايه. بصوا بقى بنحط كده السجون. احنا على بال ما بنخلص، هو بياخد منك وقت شويه. اول ما انت تخلصي تدخليه في الفرن متسخن من قبل على رف اوسط الشبكه، درجه الحراره 200 من تحت بس. واول ما ياخد، لو انت الفرن بتاعك قوي هيلونه من فوق ومن تحت، هيبقى لونه وردي الشكل اللي انتوا شفتوه معايا. ولكن انا عندي زي لو الفرن بطيء زي عندي كده، فاضطريت ان انا اشغل الشوايه كمان اخر دقيقتين. طب هياخد وقت قد ايه؟ هياخد معانا وقت من 15 دقيقه ل 35 دقيقه. تمام. الكحك بيستوي على الهادي يا جماعة علشان يبقى مستوية حلو، وتبقى مخدومة حلو، وتعيش معانا أكتر وقت ممكن، وبتبقى خطيرة وناعمة برضو جدا جدا. يلا بينا بقى على الفرن كده والتسوية. ادي اول صاج يا جماعة اهو. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، اللون وردي تحفة جدا، الالوان تتحدث، والشكل شايفين ولا كبرت ولا فنشت ولا شققت ولا اي حاجة تماما. وبصوا كمان لونها من تحت. لو انت برضو اضطريتي انك انت تبصي عليها كده من تحت وهي شغاله في الفرن، تبصي علشان تعرفي التسويه الصح واللون الصح اللي انت عايزاه. بصوا انا بوريكم انه ناعمه جدا، شايفين عامله ازاي في صوابع ايديا، ولكن ماسكه نفسها ما شاء الله. طبعا بنستنى لغايه لما يهدى ويبرد تماما، ونبدا ان احنا نشيله من السجان. والافضل ان انت تسيبيه شويه كده لحد ما يبرد خالص ما شاء الله. وده الصاج التاني، وبعد كده في الصينيه. ما شاء الله كميه كيلو الدقيق عمل معايا 2 كيلو من الكحك الفاخر جدا، اللي تمنه يعدي 700 و1000 جنيه اللي بتسمعوا عنه يا جماعة. وطبعا مش بالطعم ولا الجمال ده، وبسمنة بلدي اصلي. انا المره دي مش حاطه يعني السمنه اللي مخلطاها او عاملاها، هقول لكم على طريقه تحفه جدا، ولا فيها زيت ولا اي حاجه ان شاء الله. الفيديو جميل جدا وفائق في الروعه، وكل التكات اللي فيه والمعلقتين السريين اللي احنا حطيناهم مخليه الطعم ونقله الطعم في حته تانية خالص. لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو انت بقى مش مشتركه معايا، واعمليه. وقول لي اعمله يا جماعه، يقول لي يا ريت في الكومنتات ايه رايه فيه، لان بجد حكايه طعمه وشكله وقوامه وكل حاجه فيه مفهوش ولا غلطه، وكله تكات وحركات. تقدري تعملي في كيلو واحد يفرحك ويفرح ولادك بجد. طريقة تحفة جدا وخطيرة، وكلها عمرها ما تفشل منك تماما، كلها تكات وحركات، مستحيل انها تفشل منك، هتنجح معاكي الطريقة من اول مرة. بصوا ما شاء الله الحجم واحد، بوريكم ان كل الحجم واحد، كل اللون واحد، والرسمة واحدة، الوزن بقى واحد، وادي اللي عليه السكر. وان شاء الله تعملوه ويعجبكم قوي وناعم خالص. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والكحك اللي على البارد ان شاء الله هنزله لكم برضو في القناة، وهيعجبكم قوي برضو بطريقة المصانع وطريقة الجاهز. اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.